جربتي قبل كده تعملي فطاير الرول؟ النهارده هقولك على طريقة ان شاء الله هتعجبك جدا. معانا عجينة خفيفة وهشة وبطعم لذيذ. كمان الفطاير هتحضريها في وقت قليل جدا، في دقايق هتكون جاهزة معاكي. هتطلع بشكل جميل وبطعم هايل، تقدري تحضريها في اي وقت، يعني للفطار، للعشاء، للغدا، للرحلات، زي ما تحبي. يلا بينا نبدأ ونسمي الله ونصلي على الرسول. ومعايا كيلو دقيق هحطه في حالة العجان او تحطيه في طبق غويط لو هتستخدمي ايدك في العجن. بعد كده هننزل عليه بكيس خميرة فورية اللي مقداره معلقتين كبار. بعد كده هحتاج معلقتين كبار سكر ومعلقتين كبار لبن بودرة. واخر حاجة نص معلقة صغيرة ملح، ونقلب الدقيق مع المواد الجافة كلها. بعد كده هننزل بثلاث كوبايات مية دافية، بس حاولي ان انتي تحطي كوبايتين الاول، بعد كده الكوبايه التالتة انزلي بيها شويه بشويه عشان تشوفي نوع الدقيق اللي عندك هيحتاج مواد سائله قد ايه. بعد كده معايا نص كوبايه زيت، وناخد بقى المكونات دي كلها، نشغل العجان ونسيبها كده تتعجن كويس قوي. وانت كمان عجني فيها في العجينه بايديكي كويس قوي لحد ما تبقى عجينه طريه ولينه. هيكون ده شكلها، عجينة ناعمة بس طرية إلى حد ما. نحطها في حالة العجان ونغطيها ونسيبها تخمر. بعد كده هنجيب حتة كده تكون كويسة من الجبنة. أي نوع جبنة موجود عندك تقدري تستخدميه، الجبنة الاسطنبولي، الجبنة البراميلي، ممكن تستخدمي الفيتا زي ما تحبي المتاح عندك. بس لو الجبنة عندك اسطنبولي أو براميلي هتحط لها شوية من اللبن، لبن عادي جدا مش سخن ومش ساقع، يعني بدرجة حرارة المطبخ كده. حطي شوية لبن صغيرين واهرسي الجبنة بالشوكة، احنا عايزينها طرية بيوريه كده علشان نعرف ندهنها على العجينة. لو انت عندك الجبنة الكريمي او الجبنة الفيتا هي كده تكون طرية، فتقدري ان انت تستخدميها زي ما هي. بس الجبنة الحادقة زي البراميلي والاسطنبولي بيكون طعمها ألذ في الفطاير. نرجع بقى للعجينة. خمرت وارتفعت وتضاعف حجمها، نهبطها ونطلع الهواء منها ونحط رشة دقيق على الرخامة وننزل بالعجينة. انا عملت العجينة بمقدار كيلو دقيق، فهعمل نص الكمية. العجينة دي تعمل لي 4 فطاير بنفس الحجم اللي انتوا شفتوه. فهاخد نص الكمية الاول علشان ما اطولش الفيديو. وهحط العجينة بعد ما كورتها كده على الرخامة، وهسيبها دقيقتين بس ترتاح عشان لما افردها كده تتفرد معايا زي ما انتوا شايفين. مجرد ما انا بططتها بايديا اتفردت على طول. بعد كده بالنشابة هفردها على شكل مستطيل. سمك العجينة هنا 1 سنتي تقريبا. بعد ما فردت العجينة هجيب الجبنة، بعد ما حولت الجبنة الناشفة لجبنة طرية سهلة الدهن، وهوزعها على العجينة. هفردها في المساحة كلها، بس ما تخليش الجبنة توصل عند الطرف بتاع العجينة. بعد كده عن شرايح لانشون، انا مستخدمة لانشون بالبسطرمة. طعمه وريحته مميزين قوي في الوصفة بتاعت النهاردة. ممكن تبدليه بأي نوع تاني انت بتحبيه، ممكن تحطي جبنة تركي او جبنة شيدر زي ما تحبي. بعد كده هناخد الطرف بتاع العجينة وهنبتدي نطبق بالشكل ده. ممكن تبرمي برضو العجينة رول، بس انا حبيت ان انا الفها بشكل يعني عريض شوية. وبعد ما خلصت الرول كله بوصل لاخر حته، في حته كده كانت زياده فشلتها بالسكينه. الرول عندي مظبوط، هقسمه نصين عشان احطه في صينيه يعني يكون مقاسها معقول شويه. بصوا الحشوه في النص عامله ازاي. ناخد بقى رول العجين نحطه في الصينيه، الصينيه مش مدهونه اي حاجه. وعندي بيضه خفقتها مع شويه جنزبيل بودر. الجنزبيل هيخلي للبيض طعم وريحه حلوه قوي. ولو انت حابه تحطي فلفل اسود او ممكن تحطي فانيليا، انا 90% من المعجنات حتى اللي هي المعجنات الحادقه بحط فانيليا مع البيضه، بتدي للمعجنات ريحه مميزه جدا جدا، وطعمها مش بيبان خالص في المعجنات اللي هي الفانيليا يعني. بعد ما دهنت الفطاير قطعتها كده يعني من على الوش علامات بسيطه بالسكينه. بعد كده رشه سمسم ورشه حبه البركه كده. ومش فاضل غير ان انا ادخلها الفرن. الفرن شغال من الاول وسخن جدا، ظبطته على 220 وحطيت الفطاير على الرف اللي في النص والنار عندي من تحت بس. وطلعت بالجمال ده بعد ما قعدت 25 دقيقة وهي سخنة كده. بتشيليها من الصينية تحطيها على طبق التقديم، ومكان العلامات اللي انا حددتها بالسكينة هبتدي ان انا اقطع بشكل شرايح. الحشو عندي هيبان في النص كده لافف رول
شكله جميل جدا. الفطاير دي ريحتها هايلة هايلة، وهي في الفرن شكلها حلو وطعمها حلو وريحتها حلوة، وان شاء الله لما هتجربوها هتعجبكم جدا جدا وهتعملوها باستمرار. والسلام.